سوايا اكو ناس عبالهم الفقير ما عنده كرامه. ولذلك احنا هسه ترى حتى اذا فاتحه بعرس بمناسبه مو وشادر منصوب، وحتى قومتنا للناس واحترامنا على مقدار القيمه الاجتماعيه، مو شو تقول؟ مو بنيجي شخصيه مرموقه وينزل من سياره حديثه ولابس لبس شيك، المجلس يتخربط، الديوان كله يتلخبط. من يطب واحد فقير يجوز ما حد يعطيه استكان شاي، يجوز ما حد يقول له مساك الله بالخير، ما حد ياخذ باله منه. اذا احترمنا هذا ليش؟ لان عنده، واحترمنا ما ذاك ما احترمناه لان ما عنده. فنعتبر بعضنا يعتبر ليش؟ خو هذا الفقير من يشهب له فاتحه، من يشهب له ديوان وتقوم اهلا وسهلا حياك الله استريح، انت اخوان متقوي معنويته شويه، شو جانا؟ يعني نبخل عليه حتى بالكلام، بس عطاء لا نعطيه من مالاتنا. مو ان لم تسعوهم باموالكم فسعوهم باخلاقكم. هذا النبي مالنا وانك لعلى خلق عظيم. اذا ما تستوعبه بفلوسك اقل نستوعبه باخلاقك. قل له اهلا وسهلا صبحك الله بالخير، شلونك اخبارك، حتى لو ما تعرفه عزز معنويته بالمجلس، قربه الى الله. فأهم شيء أن نحفظ بالصدقة، صدقة السر، نحفظ كرامة الفقير، لأن الفقير عنده كرامة. وأنا أقول لك صدقني هسه أكو ناس، هي ترى والله أكو ناس يعني عندها إمكانيات وعندها أموال، من تقول له واحد زائد واحد يقول لك 16، كل شيء ما يفتهم، بس خدمته ظروفه وصار. والله وأكو فقراء تلقيه عبقري عبقري، بس الدنيا مدوه انت. يطلع الصبح قرصة خبز ماكو، يطلع الصبح مسواق ماكو، عنده وصفة يريد يشتريها ما عنده. بربك هذا يقدر يفكر؟ دطيد املي حياته، املي حياته وشبع بطنه وشوفه شلون راح يبدع، شلون راح يقدم. ترى مقاييس العقول مو على اللي عنده واللي ما عنده. فإذا احفظ كرامة الفقير، والله سبحانه وتعالى يريد يحفظ كرامته